كيفكم اليوم؟ إن شاء الله رح نعمل مع بعض وصفة جديدة حلوة. طعم الليمون نكهة مميزة، وعن جد يعني خلي الواحد يغير شوية. كتير كتير كانت زاكية صراحة، عن جد عملتها من هان واتاكلت من هنا. أول إشي طبعا إحنا بنحتاج بسكوت. ممكن تستخدموا قالبين من بسكوت تي تايم أو أي نوع بسكوت. أنا هني مستخدمة نوعين. راح نحط عليهم نص قالب زبدة، يعني 100 جرام، لأنه هاي شايفين 50 50، 100 جرام من الزبدة. في ناس بتسيح الزبدة بعدين بتحطها، بس أنا طبعا اخترت وجع الراس زي ما بيحكوا وعملتها بإيدي. بس عن جد كان البسكوت كتير كتير متماسك. صح غلبني شوية بإيدي، بس شوفوا كيف، وهتشوفوا كيف النتيجة بالنهاية. بس نخلص رح نحطه طبعا بقالب. أنا على أساس إنه القالب هذا بفك، لكنه خذلني وما فكش. يعني بضل بس القطعة السفلية، انه يعني بيكون منظر حلو بس ما فكش، فخلص يعني عادي. اي نوع قالب بيمشي الوضع. وهنحط البسكوت في القالب ونسيبه ابو نص ساعة بالفريزر. كل ما صبرنا اكتر على الوصفات كل ما كانت ممتازة. هنجيب باكيتين دريم ويب ورح نحطهم طبعا بودرة. انا ملاحظه انه ما فيش كتير تفاعل، بتمنى انكم تتفاعلوا مع فيديوهاتي وتشاهدوها كلها. هنحط 3 معالق كبار من السكر، ومعلقه بشر ليمون، فنجان من الليمون المعصور، فنجان من الماء البارد. حنضرب المكونات مع بعض، يا اما يدويا يا اما بالميكسر، وحنضل نضرب لحد ما يصير القوام كريمي زي ما انتم شايفين. كل ما صبرتوا اكتر كل ما كان اضبط. هنحطه على البسكوت، هنحطه بالفريزر ابو 3 ساعات 4 حسب قوة الفريزر عندكم. المهم انه الطبقة البيضاء انها تجمد. تمام. طبعا حنوزع الطبقة البيضاء على القالب كله. والآن عشان الوجه راح أحمص جوز هند بدون أي إشي، بس ححطه بمقلة وأقلب فيه. حضلني أقلب بسرعة لأنه بتحمر بسرعة وريحته حلوة كتير على فكرة. راح أقلبه لحد ما ياخد اللون الذهبي كله. شوفوا كيف اللون الآن، يعني لون حلو وطعم حلو كمان. والآن راح أزين الوجه. هنزينه بجوز الهند. واهم اشي اللايك والاشتراك يا جماعة، اذا مش مشتركين اشتركوا بقناتي، دعموني عشان استمر واحس انه هيك فيديوهاتي عن جد انتوا بتحبوها. انا اكيد بعرف انتوا بتحبوها بس بتكسلوا انكم تتفاعلوا مع الفيديوهات تاعتي. الان صار جاهز بعد ما حطيناه بالفريزر وجمد وصار ممتاز. والان اللحظة الحاسمة. ما شاء الله شايفين كيف بسكوت متماسك والطبقة البيضة اشي حلو كتير. صحة وعافية على قلوبكم وقلوبنا، وجربوها مش حتندموا. وتغيير يعني صحتين. سلام.